السلام عليكم. الموضوع زاد عن حده بصراحه. عندي شويه ايربودزات وشويه باورات بانك وعايز اعمل لهم ريفيوهات. عندي شويه منتجات كتير عايز اعمل لهم ريفيوهات وعايز اعمل لهم فيديوهات، مش عارف ليه بقى. من كتر الساعات اللي بتنزل كل يوم، كميه ساعات بتنزل من شركات كتير جدا كتير جدا، لما المستهلك اللي بيشتري محتار. يعني 100 نوع ساعه. انا بقى بعمل ريفيوهات. يعني في حاجات والله العظيم، في شركات بتنزل ساعه هي الساعه التانية وبتغير الاسم اللي على الكرتونه. انت متخيلين؟ الموضوع بقى صعب جدا، وما عادش اسمها منافسه. ما عادش اسمها منافسه، بقى السباق. تمام، للي يعمل علبه جديده. الموضوع يعني حاجه غريبه الشكل. المهم، احنا معانا ساعه النهارده من هاينوتيكو. بحب الشركه دي جدا، شركه من الشركات المحترمه. الهاينوتيكو اتش 2 الترا ماكس، دي الكرتونه بتاعتها، دي اللي هنتكلم عنها النهارده، وهنعمل لها ريفيو كامل شامل متكامل. مميزات، عيوب. الساعه دي عجباني قوي يا جماعه، فيها شويه مميزات حلوه. وسيبك بقى من مميزات خالص، الساعه الماتيريال بتاعتها محترمه جدا. عشان ما اطولش عليكم، لايك للفيديو واشترك في القناه، وتعالى نشوف الهاينوتيكو الاتش 2 الترا ماكس. دي كرتونه الهاينوتيكو الاتش 2 الترا ماكس. كاتب لك فوق ان هي بتدعم ايماءات اليد، وجايه بشاشه اميلود، وبتدعم الشات جي بي تي، وبتدعم الذكاء الاصطناعي، وفيها تخزين موسيقى. ولو قلبنا الكرتونه الناحيه الثانيه كده، هيقول لك ان هي بتشتغل ببرنامج الويرفت برو، وده الباركود بتاع الموقع بتاعها. وفي هنا شويه تفاصيل كده، زي ان المنتج ده مش طبي، ولازم تشحنه بشاحن لا يقل عن 2 امبير. تعالوا بقى نسمي الله ونفتح الكرتونه ونبص على المحتويات بتاعتها. زي ما انتم شايفين هنا المانوال انا بحب المانوال يا جماعه بتاع هاينوتيكو ده، حلو كده، تحس ان هو مهتمين بصناعه المانوال. مش عارف ليه بحبه، بس عادي يعني. طيب، اول حاجه كده زي ما احنا ملاحظين ان جاي معاها 2 استراب. الساعه هنا نسيت اقول لكم ان هي جايه باللون الاورنج، واللي بتيجي عليها علامه الاورنج على العلبه بتاعتها، فبتيجي بالاتنين استراب دول. استراب رابر اورنج، واستراب قماش مقلم فيه تقليمه كده اورنج في تقليمه زرقاء في النص ابيض. خامته محترمه جدا، وخامه الرابر برضو محترمه جدا. زي ما انتم شايفين اللوك معدن هنا. فاسترابين بصراحه اديهم 10 من 10، خامتهم محترمه وشكلهم شيك. طيب، هنا بقى الشاحن الوايرلس الماجنتيك بتاع هاينوتيكو. لو رفعنا العلبه كده مش هنلاقي حاجه. ودي بقى الساعه بتاعتنا، والساعه طبعا هنا جايه بشكل الالترا الجيل الثاني. تعالوا بس نشيل الغلافه الخارجيه كده عشان نعرف نتكلم عنها باريحيه. زي ما احنا شايفين كده، تمام، ده شكل الساعه بتاعتنا، جايه بشكل الالترا زي ما قلت لك. على اليمين سكرول والمايك والزرار ده، وعلى الشمال زرار الاكشن والسبيكر. الساعه كخامات بصراحه يعني الساعه يعني حلوه كخامات، باين عليها يعني جودة التصنيع، باين عليها جودة التصنيع، باين عليها. اللوك طبعا بتاع الاستراب هنا جاي معدن، واربع مسامير في الظهر. في حاجتين بقى عشان ما تشتريش المضروب منها. الحاجة الاولانية ان انت لما تيجي تعمل الباركود ده، هيدخلك على صفحة الفيس وتويتر وانستجرام واليوتيوب والتيك توك بتوع شركة هاينوتيكو بشكل مباشر. تمام. الحاجة التانية بقى العلامة المائية دي برضو، بص اهيت، عشان هي شكلها مميز شويه. بص كده. الحاجه اللي بعد كده بقى، انت بتبقى شايف الحاجه في ايدك، جوده التصنيع بتاعتها. طيب، تعالوا بقى نفتح الساعه كده ونبص على القوايم بتاعتها. بسم الله. بتفتح طبعا بشعار هاينوتيكو، شعار الشركه بتاعتها، ودي حاجه كويسه. تعالوا بقى نختار اللغه عربي من كل التخطي. زي ما احنا شايفين الساعه بتفتح على الخلفيه دي. تمام. لو بصينا بقى اول حاجه كده على الخلفيات، هنلاقي الخلفيه دي والخلفيه بقى اللي بقت مشهوره بقى بتاعت السيريس 9، والخلفيه القديمه بقى بتاعت الساعات. اول ما عرفنا الامولود كانت الخلفيه دي بس بالوان مختلفه. الخلفيه بقى فاكرين دي كانت في الاكس 8 بلس الترا. تمام. والخلفيه دي برضو شفناها قبل كده. توم دي كانت في اول ما عرفناها كانت في الاتش كي 92 الترا. تمام. شويه خلفيات برضو كويسين جدا. تعالوا بقى نختار مع بعض خلفيه. انا هختار الخلفيه دي طبعا. تمام. زي ما احنا شايفين في دايناميك ايلاند اهيت في الجزيره الذكيه. تمام. بيقول لك ان البطاريه 7%، وظهر لك اشعار اهوت، دي برضو من الحاجات الكويسه. بص السوفت وير بتاع هاينوتيكو في الساعه دي بصراحه مصروف عليه، حاجه محترمه جدا. بصوا مبدئيا كده، كل قوائم الالترا 2 شبه بعضها، مفيش اي اختلافات. الاختلافات بسيطه جدا جدا. هنا جايب لك الدايناميك ايلاند اهو، بيقول لك ان البطاريه 5%. تمام. دي برضو حته صايعه منهم. طبعا لو دوسنا على الزرار اللي تحت اللي هو ده، هيدخلنا في الشورت منيو. مفيش جديد يا جماعه، القوائم متشابهه،
قوائم متشابهه، من فوق الاشعارات، من تحت المنيو دي برضو اللي بتجيب لك الطقس، تمام، والخطوات ووضع النوم، تمام. لو سحبنا من الجنب الشمال هتلاقي القائمه دي. لو دخلنا بقى على الابليكيشنز، هي نفس الابليكيشنز ونفس القوائم، بتدعم انك تضيف لها صوت، موسيقى المحليه، الذكاء الاصطناعي، الشات جي بي تي النسخه الثانيه. هنا بس زياده، يعني دي موجوده في بعض الساعات والبعض الاخر مش موجوده. برنامج صلاه المسلم موجود في الساعه دي، تمام. الساعه بصراحه قوائمها متشابهه جدا مع التليزيل الترا 2، اختلافاتها مش كتير. لكن انا هنا هكلمك عن الخلاصه. طب ايه الخلاصه؟ انا اقول لك ايه الخلاصه. سيبك بس من موضوع القوائم زي ما قلت لك كده، لان موضوع القوائم ده كانك جايب تليفون جديد هتتاقلم عليه، و90% بل 99% من الشركات اللي بتصنع الترا 2 سوفت وير واحد، القوائم كلها متشابهه. فموضوع القوائم ده مش عايزين ندخل فيه ولا عايزين نخش في تفاصيل فيه ونسحب من اليمين نجيب من الشمال واشرح لك كل حاجه فيه. لا، انت كده كده كانك جايب موبايل جديد هتتاقلم على القوائم بتاعت الساعه. اما بقى بالنسبه للمهم، هل الساعه دي تستاهل كقيمه مقابل سعر؟ هل فيها مشاكل؟ هل فيها مميزات حلوه؟ فيها شويه مميزات، فيها شويه عيوب بسيطه كده. بس تعالى اكلمك الاول عن المميزات. الساعه هنا كخامات وكجوده تصنيع وكشاشه ريزوليوشن شاشه وكسرعه تاتش حاجه مميزه جدا. وجوده التصنيع هنا باينه اكتر في مقاومه الماء. مقاومه الماء هنا جايه بمعيار IP67. مقاومه الميه هنا مش معناها، حتى هم كاتبين الكلام ده في المانوال، مش معناها انك تغوص او تعرض الساعه بالبلدي كده لضغط ميه، يعني حمام سباحه وغوص والكلام ده ما انصحكش، او انك تعرضها لمصدر ميه مباشر زي مثلا انك تحطها بشكل مباشر تحت الحنفيه. فهنا الموضوع مش هيبقى ووتر بروف اطلاقا، فكده في خطوره على الساعه. لكن هما بيقول لك ايه بقى؟ رذاذ ميه، شويه شتاء، شويه رذاذ كده وانت بتتوضى، مفيش اي مشكله في الحاجات دي. الساعه مثلا وقعت منك كوبايه وقعت جنبك، مفيش اي مشكله في الحاجات دي خالص. لكن زي ما قلت لك ما تعرضش الساعه او اي ساعه من الساعات الكوبي، من يعني الالترا 2 او الالترا او اي ساعه كوبي بشكل مباشر او ضغط ميه مباشر. طبعا الساعه هنا بتدعم ال NFC للبطاقات زي البطاقات البنكيه، وبتدعم برضو مستشعر التقارب لل NFC. يعني مثلا لو انت زي ما انت بتشوف كده جبت شريحه NFC وقربتها هتقرا معاك على الساعه. وكمان بتدعم القراءه من الايفون، ودي برضو حاجه من المميزات اللي موجوده في الساعه ومش موجوده برضو في معظم الساعات. وملاحظ كمان في الساعه دي شويه تطور كده في الشات جي بي تي النسخه الثانيه. لو فتحنا الشات جي بي تي كده ونزلنا على خلق ذكي دي هنلاقي ضاف شويه حاجات كده حلوه، اسئله واجوبه، خطه تمارين، حميه صحيه، عندك نص تيك توك، اسلوب انستجرام لو انت عايز تعمل بوست على انستجرام، كتابه على فيسبوك، يعني موالد دليل السفر، شويه حاجات كده بتستخدم فيها الذكاء الاصطناعي. ودي برضو تطور حلو في موضوع الشات جي بي تي. حصل كمان شويه اضافات كده في الوضع الرياضي او وضع التمارين. يعني مثلا لو دخلنا على الوضع الرياضي كده ونزلنا تحت خالص في الاخر كده هنلاقي حاجه اسمها المزيد من الرياضه. لو دوسنا عليها كده هنلاقي ضاف لك السباحه، تمام، وضاف لك انك تسلق الحبل ونشاطات، ضاف لك شويه حاجات جديده، يعني ضاف لك شويه حاجات جديده في موضوع الرياضه. وغير لك كمان شويه ايقونات من بره في الانيميشن بتاع الايقونات. بص كده شويه اشكال وشويه حاجات جديده، شويه حركات جديده. بالنسبه بقى لاداء البطاريه، اداء البطاريه مستقر لابعد الحدود. عجبني اداء البطاريه، عجبني. انا راكن الساعه دي وهي كانت 19% او 20%، بقالها دلوقتي شغاله، بقالها دلوقتي اكتر من نص ساعه لسه 19%، يعني نزلت 1%. فاداء الساعه هنا في البطاريه اداء مقبول جدا جدا. تعالى بقى اكلمك في السريع عن الامكانيات اللي موجوده في اي ساعه، هقولها لك عشان ما تقولش ان الساعه دي ما فيهاش الامكانيات دي. الساعه بتشيل عدد كبير جدا من الاسماء، يعني معظم الاسماء اللي على موبايلك، يعني انا جربت لحد 100 اسم عشان اكون صادق معاك، انا جربت لحد 100 اسم، ولو حبيت اضيف اكتر من كده انا عارف ان هي كانت هتقبل معايا. طبعا بتدعم توليد صوره بالذكاء الاصطناعي، الخاصيه الجديده الموجوده في معظم الساعات دلوقتي. نظام ال 12 ساعه موجود ما فيهوش اي مشاكل، وما فيش اي مشكله مع انك تحط خلفيه للساعه او تحط خلفيه للتطبيقات، مش هتواجه اي مشكله في الموضوع ده. عليها طبعا برنامج القبله او صلاه المسلم اللي بيذكرك بوقت الصلاه، وفي قران مسموع ومقروء، وكمان تقدر تعرف منه اتجاه القبله، وفي تسبيح، وفي كل حاجه. برنامج بصراحه اضافه حلوه، وانا بحترم اي ساعه فيها البرنامج ده. تقدر تضيف لها مقاطع صوتيه من عندك على الموبايل، وبتشيل عدد لا باس به من المقاطع الصوتيه، وبتضيفها من خلال برنامج الويرفيت برو. برضه بتدعم تسجيل الصوت، لو انت في محاضره او في مكان عايز تسجل اللي بيدور حواليك او اللي بيحصل حواليك، فيها تسجيل صوت عادي جدا، وبتحافظ على الجهاز الموبايل
من خلال البرنامج وبتحافظ على الساعه. من خلال برنامج الوير فيت برو في حاجه اسمها اداره الجدوله، ودي للناس اللي بتنسى او الناس اللي يومها مشحون وفيه مهمات كتيره، بتقدر تجدول كل مهماتك، مشاويرك، عندك مناسبه، عندك حاجه تجدولها على المدى البعيد لمده شهر ولا حاجه من خلال برنامج الوير فيت برو. والساعه تديك تنبيه قبل المشوار بقى، انت بتظبطها بقى بالمشوار بنص ساعه، تقول لك انت عندك مشوار كمان نص ساعه، عندك مثلا النهارده عيد ميلاد، عندك مثلا النهارده كذا. برضو دي خاصيه من الحاجات اللي ما حدش بيتكلم عنها وحاجه مميزه جدا. تعالى بقى اكلمك عن العيوب، هم عيب او عيبين كده قابلوني في الساعه دي ولازم اقوله لك طبعا. العيب الاولاني موضوع صوت السبيكر، ويا جماعه ده مش عيب، دي ساعه كلها قد عقله الصباع، فالسبيكر بتاعها حاجه صغيره جدا، مش هيكون مثلا صوته ستيريو زي الموبايل. فعشان وانت بتتكلم، اصل حد بيقول لي وانا بتكلم في الساعه لازم اعمل كده، ايوه لازم تعمل كده عشان تسمع لو انت بره في الشارع. وانا قاعد هنا عملت من الساعه دي مكالمه او اتنين وانا حتى قدامي كده بسمع عادي وبتكلم. الطرف اللي بيكلمني بصراحه المايك جودته حلوه، المايك جودته ممتازه تمام، لكن الساعه السبيكر بتاعها صوته واطي، وده طبيعي. ده طبيعي يا جماعه، انت ليه مش قادر؟ يعني ناس كتير بتكلمني صوت الساعه صوتها واطي، ده طبيعي والله، سبيكر صغير جدا اهوت، سبيكر صغير. غير ان السبيكر صغير ده في الاول وفي الاخر ساعه تمام. فصوت السبيكر هنا مش اعلى حاجه، ما اقدرش اقول لك ان هو عالي، لكن مسموع وواضح وكويس واحسن من ساعات كتير. مش بقول لك العيب ده في الساعه دي، لا ده احسن من ساعات كتير جدا. الحاجه التانيه بقى ان النوتش بتاع الساعه، النوتش بتاع الشاشه نفسه، السواد اللي حوالين الشاشه ده حاسه كبير عكس شويه ساعات، يعني عكس الساعات التانيه حاسه كبير شويه. دول الملاحظتين اللي اقدر اقولهم لك عن الساعه دي. طيب هل الساعه دي انا اقدر اقول لك دلوقتي روح بشكل مباشر دي احسن ساعه الترا 2 روح اشتريها مش هتلاقي احسن منها؟ لا طبعا، ما ينفعش اقول لك كده. ليه ما ينفعش اقول لك كده؟ لان كل الشركات اللي بتعمل ساعات الترا 2 المنافسه بينها وبينهم وبين بعض تمام قريبه جدا، قريبه جدا. اللي هتلاقيه هنا هتلاقيه في ساعه تانية، مع اختلاف جوده التصنيع، مع اختلاف جوده التصنيع. كل اللي هنا مثلا موجود في الاتش كي 9 الترا 2، بس جوده الشاشه هنا اعلى، مقاومه الميه هنا مثلا اعلى شويه، لكن كل اللي هنا موجود هنا. فانت بتختار على حسب ايه بقى؟ على حسب البادجت، على حسب الفلوس اللي معاك، على حسب انت بترتاح فين، على حسب انت شايف ايه، انت اللي بتختار. انا طالع دوري اوضح لك الساعه دي او المنتج ده فيه 1 2 3 4، ما فيهوش 1 2 3 4. انت بقى اللي بتحدد هو مناسب ليك او مش مناسب ليك تمام. طيب انا هنا بقى وصلت لنهايه الفيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. زي ما قلت لك لو نسيت اي حاجه او اي معلومه اكتب لي في التعليقات هرد عليك ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، ولو عجبك المحتوى بتاعنا اشتراكك في القناه هيزيدني شرف بصراحه. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.